أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. النهاردة هبدأ معاكم الدرس الثالث من مادة الجبر من الوحدة الأولى، وهو درس التعبير الرمزي عن الدالة ودوال كثيرة الحدود. ماشي، نشوف الأول التعبير الرمزي عن الدالة. يعني إيه؟ يعني أعبر عن الدالة برمز. في الغالب بيبقى رمز دال مثلا، لكن ممكن نقول ر ونقول ألف. ماشي، بس هو اللي متعرف عليه رمز دال عشان دالة يعني. ماشي، طيب يعني ايه؟ بنقول لك مثلا ايه، دي الشكل ده دال س الى صاد، تقرأ اهي دالة من س الى صاد. يعني ايه؟ يعني بالمختصر كده ان هيت ماشي، ان دال س الى صاد تقرأ دال ترسم س الى صاد. ماشي، ومعناها يعني بمعنى زي مثلا هنا دال س الى صاد، اذا كان الزوج مرتب س وصاد ينتهي بيان الدالة دال، فإن العنصر صاد يسمى صورة العنصر س بواسطة الدالة دال. يعني ايه معناها دوت؟ يعني مثلا عندي هنا دال س بيساوي س تربيع. الس تربيع دي اما معوض بعناصر اللي هي الدالة بتاعت س في المعادلة دي او في الصورة دي، فدي هيطلع لي ايه؟ عناصر صاد. ماشي، خلاص. يعني صاد وصار في الحالة دي اسمها ايه؟ صورة س، صورة س ماشي بواسطة الدالة دال. ماشي، طب مش في الكلام ده على المسائل احسن او مثال؟ طبعا قبل المثال برضه في حاجة يعني نقطة مهمة. يقول لك انا ايه بقى؟ خصص الموضوع اللي فات دوت، تذكر ان او من نهاية الدرس اللي فات، اذا كانت دالة من مجموعة س الى صاد. ماشي، هي دال س الى صاد، فإن يعني لو فاكرة قلنا شروط الدالة او ما يكون في عرفنا من الشكل دوت شكل دالة، هنقول ساعتها ان س تسمى مجال الدالة د، وصاد تسمى المجال المقابل للدالة، ومجموعة عناصر مجموعة المجال س بالدالة د تسمى مدى الدالة. يعني العناصر اللي هنحققها في صاد ماشي اللي بتسمى مدى الدالة، وهي مجموعة جزئية من المجال المقابل صاد. ماشي، يلا نطبق الكلام دوت على مثال. هنقول مثلا ان اذا كانت س تساوي سالب واحد وصفر وواحد، وصاد تساوي صفر وسالب واحد وسالب اتنين، وكانت الدالة د س الى صاد حيث د س تساوي س تربيع ناقص واحد. اداني اهو الجزء ده لما اعوض فيه بعناصر س هيديني ايه؟ هيديني صاد اللي هو اللي هيديني مجال الدالة الموجود في صاد. ماشي، طيب اهو في اول بيان الدالة د ومثلها بمخطط سهمي اكتب مداها. ماشي، طيب بيان الدالة بقى هنجيبه ازاي؟ هنقول الاول عندنا دال س بتساوي س تربيع ناقص واحد. طيب هنعوض بقى كل عنصر من عناصر س في المعادلة دي. طيب او في نسميها ايه مثلا؟ نسميها المقدار ده. ماشي، يبقى مثلا د ناقص سالب واحد، نعوض عن ايه؟ عبارة عن سالب واحد تربيع ناقص واحد، عوضنا عن السين اهو سالب واحد. ماشي، طبعا سالب واحد تربيع يعني واحد ناقص واحد صفر. يبقى هنا مدى بين الدالة في الجزئية دي هو الزوج مرتب سالب واحد وصفر. ماشي، طيب قلنا هو بيتم ايه؟ لبيان الدالة. طب نعوض عن العنصر الصفر في المعادلة في المقدار دوت. ماشي، هنقول د صفر بيساوي صفر تربيع ناقص واحد. ماشي، صفر تربيع يعني صفر ناقص واحد يعني سالب واحد. يبقى بيان الدالة هنا في الجزئية دي هو صفر سالب واحد. نعوض بقى عن السين بواحد. طيب هنا هنقول د واحد بيساوي واحد تربيع ناقص واحد يعني واحد ناقص واحد يعني صفر. يبقى هنا بيان الدالة هنا اهو واحد وصفر. ماشي، بنختصر كده عناصر بيان الدالة النهائية هي سالب واحد وصفر، صفر وسالب واحد، واحد وصفر. طبعا نرسمها بخط سهمي عادي. هنا هنحط عناصر س الموجودة عندنا من الأول وعناصر صاد، وبعدين اهي ادي أول واحد بيان الدالة سالب واحد وصفر، وبعدين صفر
وسالب واحد وبعدين واحد وصفر. ماشي. طيب يبقى هنا قلنا اهو جبنا مادة الدالة وعملنا مخطط سهمي. عايز مدى الدالة. مدى الدالة ايه؟ احنا قلنا كل الحاجات اللي موجودة في الصاد من بين الدالة، الجزء اللي من بين الدالة جزئية صاد. بس هنا عندي جزئية صاد مين؟ الصفر والسالب واحد والصفر. طبعا الصفر ما يتكررش، فهي عبارة عن ايه؟ الصفر والسالب واحد بس. ده مدى الدالة. ماشي خلاص. طيب بيقول لي هنا ملاحظة، إذا كانت دالة المجموعة س إلى نفسها، يعني دال س إلى س، فنقول اسمها إيه؟ فقول إنها دالة على س. يعني مش مشكلة الكلام ده، بس هو بيتطبق في مسائل بيبان بقى سهل أوي في المسائل. يعني مثلا يقول إذا كانت دال ط إلى ط، طبعا قال لي رمز س ط إلى ط هي مجموعة الأعداد الطبيعية. ماشي. وكانت دالة س بتساوي س زائد واحد، فأوجد دالة صفر وكذا. فهو طبعا لو ممكن أوجد دالة كل الأعداد الطبيعية، بس هو مديني إيه؟ مديني بس إيه؟ 5 عناصر منهم بس. خلاص. وعايز أرسم جزء من الشبكة التربيعية لحصر الديكارتي لط في ط، ومثل عليها 5 عناصر من هذه الدالة. ماشي. اللي هم يعني ايه اللي هعوض بيهم اللي هم 5 دول. ماشي. طيب الحل بقى، دال س بتساوي س زائد واحد اهيت. ماشي. طبعا قال لي ان هو كل س بتنتمي الى عناصر طبيعية. ماشي. طيب انا اول هعوض بقى ده صفر الاول. ده صفر بتساوي ايه؟ صفر زائد واحد يعني واحد. خلاص. يبقى ايه؟ طبعا معوض عن واحد هتبقى ايه؟ واحد زائد واحد يعني 2. حتى بقول اهي صورة اي عدد طبيعي بالدالة هو العدد زائد واحد، يعني هو العدد وزود عليه واحد. يعني هتبقى كأن ايه؟ اهي الاتنين هتبقى تديني 3، والتلاتة هتديني 4، والأربعة هتديني 5. يبقى على طول الأزواج مرتبة عبارة عن ايه؟ صفر وواحد، واحد واتنين، اتنين وتلاتة، تلاتة وأربعة، أربعة وخمسة هو العدد، وايه وازود عليه واحد. ادي 5 عناصر اللي هم ادوهم لي، عوضت عنهم فدول 5 عناصر من عناصر الدالة. ماشي. عناصر الدالة أصلا المفروض ده كل الأرقام الأعداد الطبيعية، طبعا مش هينفع كلها نعملها كلها. طب عايز مدى الدالة بقى. مدى الدالة هو جميع الأعداد الطبيعية عايز صفر. ما هو الدالة ايه؟ هو الجزء التاني اهو قصاد اهو في كل ايه؟ في بيان الدالة. ماشي. اهو اللي هو ايه؟ الواحد والاتنين والتلاتة والأربعة لحد ما لا نهاية. ماشي. اهو اللي هو كل الأعداد الطبيعية ما عدا الصفر. اهي مفيش صفر معانا في الأول خالص. اهي مفيش صفر في الصاد خالص في الأول في بيان الدالة. ماشي. حتى يقول لك ايه؟ لأنه لا يوجد عدد طبيعي إذا أضيف إلى واحد يكون الناتج صفر. شيء طبيعي. مفيش عدد طبيعي أحطه على واحد هيدينا صفر. صح؟ طيب هنا بقى نرسمها ازاي نرسم جزء من الشبكة التربيعية لحصر ديكارتي ط في ط. طبعا كان المفروض الطبيعي اللي حصر ديكارتي ط في ط اللي قلنا ايه؟ او هو ما هو طلعنا منه بيان الدالة دوت عامة. بنرسمها بس على اللي هو اللي هو هي ط، اتنين زي بعض، ط على افقي وط رأسي. ماشي. هنا نقول اهو اول واحدة مين؟ اول واحدة صفر وواحد. ادي صفر وواحد نقطة، بعدين واحد واتنين، بعدين اتنين وتلاتة، بعدين تلاتة واربعة، أربعة وخمسة. عادي خالص نسمع عادي خالص. ماشي. شوف بعد كده الجزئية التانية بقى نتكلم فيها. ثانية معلش. هي دوال كثيرة الحدود. ماشي. احنا قلنا ايه؟ الدالة دال ح إلى ح بقى اللي هي كل الأعداد الحقيقية. ماشي. مش طبيعية بس الحقيقية. ماشي. إذا مثلا ده س يساوي ألف وزائد ألف واحد س، ألف اتنين س تربيع، اللي بنقول بقى فيها اللي دخلت موضوع بقى التعبير تربيع ومش عارفة ايه والحاجات دي يعني. ماشي. طيب بيقولك الدالة كثيرة الحدود هي الدالة قاعدتها حد أو مقدار جبري وتوفر فيها الشرطان الآتيان. ماشي. كل من المجال والمجال المقابل للدالة هو مجموعة أعداد حقيقية، وقوة ألف س أو قوة الأس يعني متغير س في أي حد من حدود أنا آسفة قوة ألف س المتغير س في أي حد من حدودها قاعدتها هو عدد طبيعي. يعني الكلام ده مثلا أهو زي ما شفنا جانا كده أهو دال س يساوي 2 س زائد 5. أدي يقول المتغير بتاع س دايما إيه؟ عدد طبيعي. ماشي. والمجال المقابل طبعا احنا بنعوض هيطلع دايما إيه؟
عدد من الأعداد الحقيقية. ماشي، اوكي كده. طيب يبقى إذا كان المجال أو المجال المقابل للدالة ليس بعدد الحقيقية، يبقى دي ليست دالة كثيرة الحدود. يبقى يعني عشان تكون دالة كثيرة الحدود لازم يكون المجال المقابل بتاعها ماله ايه؟ من مجموعة الأعداد الحقيقية. فمثلا ايه عندي هنا ايه؟ دال س بتساوي جذر س، دي ليست دالة كثيرة الحدود. ليه بقى؟ لأن دال س دي غير موجودة في ح. ماشي، امتى؟ اذا كانت س تساوي عدد سالب، مفيش حاجه عندي اسمها جذر سالب. ماشي خلاص. ففي الحاله دي ان د سالب واحد لا تنتمي لح، يبقى اذا جذر سالب واحد لا ينتمي لح، يبقى مفيش عندي حاجه اسمها جذر س خالص في الدوال اللي هي ايه؟ كثيره الحدود. طيب ايه تاني؟ في الدالة مجال او بالتالي في المجال الدالة د س ليس مجموعه اعداد حقيقيه، حتى المجال ايه؟ مش هيبقى ايه؟ اعداد حقيقيه. ماشي. طيب هنا برضو ر س قالك بقى مش بدل د برضه قالك ب يعني بتساوي 1 على س. برضه دي ليست دالة كثيرة الحدود. ليه؟ لأن س دي ممكن ما اقدرش احققها اذا كانت س بتساوي صفر. مفيش حاجة اسمها 1 على صفر، مفيش حاجة اسمها تحت صفر في المطلوب خالص. ماشي. يبقى هنا ايه؟ في الحالة دي الر لا تنتمي لح، او الدالة يعني لا تنتمي ايه؟ دالة صفر تنتمي لح، وبالتالي من دي ايه؟ مجال الدالة هنا ر ليس مجموعة أعداد حقيقية. ماشي. طيب يقولك عند بحث ما إذا كانت الدالة تمثل كثيرة الحدود أو لا، فإننا نقوم بتبسيط قاعدتها. ماشي. يعني مثلا ايه؟ نشوف الموضوع ده كده بمثال كده. يعني مثلا الدالة د س بتساوي س في س زائد 1 على س، دي دالة مش كثيرة الحدود، لا تمثل دالة كثيرة الحدود. ماشي. مش هبقى افكها، لو فكيت طبعا مش هيبقى ايه؟ مش هيبان الشكل اللي هو 1 على س ده. احنا 1 على س ده خلاص مش معانا، لان لو س بصفر ايه؟ مش هيبقى ايه؟ مش هتنتمي لح، لا تنتمي لح. خلاص. بقولك بينما الدالة د 2 س تساوي س تربيع زائد 1 دي تمثل دالة كثيرة الحدود. اللي هو ليه بيقولك س تربيع زائد 1؟ انت لو فكيت دوت هيطلع لك س تربيع زائد 1. عشان كده بيقولك ما تفكهوش، لان من الشكل كده على طول دوت كده دي داله مش كثيرة الحدود. اوعى تفكها، لو فكتها هتتحول داله كثيرة الحدود. يعني حتى بص س في س زائد 1 على س عباره عن ايه؟ اللي هي بنضرب نضرب السين هنا مره ده، وس مره في ده. ماشي. يبقى س في س تربيع وايه وس في 1 على س بايه؟ بواحد. الس بتروح مع السين. ماشي. هيبقى عباره عن ايه؟ س تربيع زائد 1. فدي شكلها كده كانها داله كثيرة الحدود. لا، فانا ما بفكش المساله، اسيبها زي ما هي عشان يقول هتفضل ايه؟ دي داله، ارفع دول انها داله غير كثيرة الحدود. ماشي. طيب هنا بقى ايه؟ في حاجه اسمها درجه الداله كثيرة الحدود. درجه الداله كثيرة الحدود هي اكبر قوه للمتغير في قاعده الداله، يعني هي اكبر ايه؟ اكبر اس. ماشي. طيب مثلا الداله د س بتساوي 2 س ناقص نص، دي داله من الدرجه الاولى عشان س ايه؟ س ايه؟ اس واحد. طب الدالة د 2 س تساوي جذر 5 س تربيع ناقص 3 س زائد 4. ماشي. دي درجة من الدرجة التانية، بيسموها دالة تربيعية. ليه؟ عشان س ايه؟ أس 2. طب الدالة 3 س بتساوي س تكعيب أو س أس 3 ناقص 5 س أس 2 زائد 4. دالة من الدرجة التالتة، دالة تكعيبية. ليه؟ لأن أكبر أس فيها أهو أس 3. طيب يقولك الدالة ملاحظة د س بتساوي ألف، دي ألف تابع ح ناقص صفر. يعني مثلا دي دالة كثيرة الحدود من درجة صفر، دالة ثابتة. اوكي. يعني مثلا د س بتساوي 3، هي دالة ثابتة عشان مفيش، انا مش بعوض عن متغير، هي ثابتة. دي بتساوي كذا، دي دالة ثابتة وتبقى كثيرة الحدود إذا كانت ح ايه؟ ناقص صفر. وفي حال بقى ألف بتساوي صفر بقى، يعني عندما دالة س بتساوي صفر الدالة هنا ليست لها درجة. ماشي. هنا الأولانية دي اسمها دالة كثيرة الحدود، سامحوني بس من الدرجة الصفر عشان هنا مفيش أس عندي خالص، اسمها درجة صفر. لو أنا بقى لو الس الألف بقى طلعت بصفر هنا ايه؟ ليس لها درجة.
ماشي ماشي اوكي كده. هنا بقى اما نبقى ده بحث درجة الدالة بنشوف عشان نشوف درجة الدالة، لا هنا بقى نبسط قاعدتها إلى أبسط صورة حتى إيه نعين درجتها. هنا بقى نبسط لو في مسألة عايز تبسيط نبسطها عشان نوصل إيه لدرجة الدالة. تمام، أرجو أن أكون أفدتكم. هو كده بقى انتهى الدرس بتاعنا النهاردة. ويا رب تكونوا استفدتوا وفهمتوا. و الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنعمل شويه اختبارات على الدرس ده، عشان فيه بس او امثله او مسائل حتى، يعني عشان الدرس ده بدأ يثبت ويبان اكتر احسن من كده. يعني طبعا الشرح بتاعه في الكتاب صعب شويه، مش هيبان الا من حل الامثله في الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه، وتقولوا لي اي ملاحظات في التعليقات على الشرح عشان اتداركها المره الجايه. السلام عليكم ابنائي وبناتي طلبه طلبات الصف الثالث اعدادي. السلام عليكم.